أريد خيرا بذلنا له الخير، وإن جاء أريد شرا قتلناه بسيفه. فلما فتح رسول الله له جره من مجمع ثوبه وردائه فأوقعه على الأرض وقال: ماذا جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال: جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة معه في دار الأرقم بن أبي الأرقم. هذه القصة المعلومة المشهورة التي يرددها الجميع في إسلام عمر. وما وقفت على طريق لهذه القصة إلا وعلمت يقينا أنه طريق ضعيف. القصة رواها أبو نعيم في الحلية وسندها ضعيف، ورواها البيهقي في الدلائل وسندها ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح سندها ضعيف، وقال الإمام الذهبي قصة منكرة جدا، ورواها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في الفضائل، في فضائل الصحابة بسند ضعيف. الشاهد أنني ما وقفت على طريق لهذه القصة إلا ورأيت هذا الطريق ضعيفا. لكن من أصح ما ثبت في إسلام عمر ما رواه الترمذي عند بعض أهل العلم بسند صحيح، ومن أهل العلم من حسنه، من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام، فأصابت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. من أهل العلم من يقول هذا هو السر أو هو السبب في إسلام عمر، ألا وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الروايات التي أراها أقوى من الرواية السابقة التي ذكرتها بطولها ما رواه ابن إسحاق، وأعلم أن ابن إسحاق قد رواها بسند مرسل، لكن لهذا السند طرق عن كثير من التابعين يقوي بعضها بعضا. أرى أن هذا السند أقوى بكثير من سند الرواية التي ذكرت. وفيها يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها. كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها. يقول: وكان لنا مجلس نجلس فيه مع رجال من قريش، فخرجت ليلة لأذهب إليهم فلم أجد منهم أحدا، ثم قلت لو أنني أتيت فلانا لعلي أجد عنده خمرا فلم أجد. قال: فقلت لو أنني أتيت الكعبة فطفت بها 7. فذهب عمر بن الخطاب إلى بيت الله ليطوف حول بيت الله الحرام. قال: فرأيت محمدا صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، وكان النبي إذا صلى بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، وكان يتخذ الكعبة بينه وبين الشام، وكان يتخذ الكعبة بينه وبين الشام قبل أن تتحول القبلة. يقول عمر بن الخطاب: فأتيته من قبل الحجر وقلت لو سمعت الليلة محمدا لعلي أعلم ما يقول. قال: لكني خشيت أن أروعه. قال: فدخلت بين الكعبة وبين سترها، وبين ستر الكعبة، ستارة الكعبة أو قماش الكعبة. قال: فدخلت بين الستر وبين الكعبة حتى مشيت رويدا رويدا وصرت أمامه، ليس بيني وبينه إلا ستارة الكعبة. قال: افتتح النبي قراءته بسورة الحاقة. يا الله، حان ربي العظيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم إلى آخر الآيات. تقدير العزيز العليم أن يقرأ النبي سورة الحاقة التي تزلزل القلوب. وأرجو أن تتصوروا جلال القرآن حين يتلوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر: فبكيت ورق قلبي ودخل الإسلام قلبي. قال: فلما قضى النبي صلاته وخرج مشيت خلفه، فلما سمع حسي أي صوتي عرفني، فقال: ما جاء بك الساعة يا ابن الخطاب؟ أما آن لك أن تنتهي؟ فقلت: جئت لأؤمن بالله ورسوله. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالثبات. وفي رواية الطبراني بإسناد رجاله ثقات: مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضعها على صدر عمر بن الخطاب وقال: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل
واملأه إيمانا وأبدله إيمانا. اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا 3 مرات. وأسلم عمر بن الخطاب وعرفت مكة كلها، لأنه لم ينتظر، بل ذهب إلى رجل قد اشتهر بنقل الأخبار في مكة، وذهب إليه وأخبره بأنه أسلم لله جل وعلا. وعرفت مكة كلها هذا الخبر الذي نزل على رؤوسهم كالصاعقة. أسلم حمزة ثم أسلم عمر. نعم، عرف الصحابة رضوان الله عليهم ولأول مرة العزة والقوة بعد أن شرح الله صدر عمر للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وعاش عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا ووزير صدق ومعينا على الحق، مثالا للأمانة، مثالا للورع، مثالا للزهد، مثالا للوفاء، مثالا للعطاء، نموذجا لكل معاني الخير. ذكرت موقفه بالأمس في الحديبية، وأنتم تعلمون موقفه يوم الهجرة، وأنتم تعلمون موقفه يوم بدر، وأنتم تعلمون موقفه يوم الأحزاب. والموضوع طويل جليل، ولو تحدثت عن فتوحات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا رأينا العجب العجاب. تحتاج رب الكعبة إلى حلقات. هل يا ترى نتحدث عن نهاوند؟ هل يا ترى نتحدث عن المدائن؟ هل يا ترى نتحدث عن فتح القادسية؟ هل يا ترى نتحدث عن انهيار أعظم إمبراطوريات الأرض، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأتيه كنوز كسرى وقيصر وهو الأسد القابع في عرينه هنالك في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول له عمر ويقول له علي رضي الله عنه وهو يرى الكنوز بين يديه أداها الصحابة كاملة غير منقوصة، فيقول علي يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عمر يوم موته ما تعلمون وما ذكرته بالأمس لتستدلوا بذلك على رقة وعلى قلب عمر رضي الله عنه. ويتولى الخلافة بعد رسول الله الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقف عمر بن الخطاب مع الصديق وقفة صدق ويا وزير خير حتى توفي الصديق وهو عنه راض، كما توفي المصطفى وهو عنه راض. وتمضي الأيام والشهور والسنين ويتولى الخلافة عمر بن الخطاب. بخ بخ يا عمر، بخ بخ يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرا ثم دعيت يا عمر، وها أنت اليوم تدعى يا أمير المؤمنين. يا الله، كانت تزلزل قلب عمر. يتولى الخلافة ويبايعه المسلمون، ويقف عمر على المنبر ليبدأ حياته العمرية العادلة بكلمات لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يرددها فضلا عن أن يعمل بها. يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. بلغني أيها الناس، بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا كان عمر بن الخطاب يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، وكان يشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، كيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن شدتي قد أضعفت، أي قد تضاعفت، لكنها إنما تكون على أهل البغي، أي الظلم والتعدي على المسلمين. ألا أيها الناس فاعلموا أن شدتي قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والتعدي على المسلمين. ووالله لا أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه إلا وسأضع خده على الأرض، لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني لأضع خدي أنا على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. أيها الناس، لكم علي خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا آخذ حقا من فيئكم ومن